السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم يونس من المغرب للمعلومات. في هذا المقطع راح أشرح لكم طريقة دمج العديد من مقاطع الفيديو في مقطع واحد، وذلك بهذا البرنامج الجميل وقوي فورمات فاكتوري. هذا البرنامج قد تجدونه عند العديد من الأشخاص لأنه برنامج معرف مسبقا، ولديه عدة اختيارات وعدة خيارات كثيرة. بسم الله، راح نبدأ في الضغط عليه. نذهب إلى كلمة اسمها متقدمة. أول شيء نكبر الشاشة، نذهب إلى كلمة اسمها متقدمة، نضغط عليها. يعطينا دمج فيديو ودمج صوت، هذه من الاختيارات. نحن نضغط على دمج فيديو. يعطينا كذلك عديد من الاختيارات. نذهب مباشرة إلى إضافة ملف. راح أختار هذا المقطع، اختار مقطع ثاني، وكل من يريد أن يختار مقطع ثالث أو مقطع رابع أو مقطع خامس يختاره. أنا فقط أريد أن أشرح لكم طريقة الاشتغال في هذا البرنامج. نذهب إلى إعادة الإخراج. سوف تجدون تشخيص الهاتف النقال CWF FFLV WMV 3GP. العديد من الاختيارات V4 VA. راح نختار VA وهو الاختيار الجميل على الدقة والحجم. راح نذهب إلى، ومن يريد أن نقطع مقطع من هذا الفيديو يضغط على هذا الاختيار. نذهب إلى موافق، ننضم إلى كلمة بدء الفيديو. مباشرة راح سوف يبدأ الفيديو في الدمج كما ترون. ننتظر هذا الفيديو حتى يكتمل في الدمج. كل من يريد تغيير لون هذا البرنامج بطريقة سهلة. نذهب إلى كلمة المظهر، نختار أي لون تريدونه. اختار مثلا اللون الأخضر، اختار لون بني أو أي لون تريدونه. ومن يريد تغيير اللغة يذهب إلى اللغة، يهبط إلى متصفح سيلكت مغلق، يضغط عليه ويختار اللغة التي يريدها. كما ترون هنا الفيديو اكتمل 100%، ولكنه لم يكتمل بعد. ننتظر حتى نرى هنا كلمة اكتمال. إذا لا نجد كلمة الاكتمال نضغط على أي شيء. انتظروا قليلا. كل من يريد دمج صوت أو أي شيء سوف تجدونه هنا. دمج صوت هنا، تضغطون على نفس طريقة دمج المقطع التي رأيتموها. وهذه الطريقة سهلة جدا، من أسهل الطرق لدمج أي مقاطع فيديو. ومن يريد التعديل على صورة أو وثيقة أو أي شيء، الكثير من الاختيارات في هذا الفيديو. في حلقة مقبلة راح أشرح لكم كل شيء في هذا البرنامج إن شاء الله. كل من اختار
3 فيديوهات أو 4 أو 5 راه سوف تجدونها هنا، تجدون أكثر من 2. هنا أنا دمجت مقطعين، وجدت هنا 2. كما ترون هنا مباشرة عند انتهاء دمج الفيديوهين، تسمعون مقطع جميل من هذا البرنامج، وترون كلمة اكسمال. راح نضغط على هذا الفيديو ضغطتين. كما ترون هنا مباشرة يحولنا إلى فيديو. كما ترون فيديو بعالي الدقة وعالي الجودة ومدمج جيدا. وسوف أريكم الآن طريقة المكان المخصص لهذا الفيديو عندما يكتمل. وفي عديد من الشروحات مسبقة هناك عدة طرق لإيجاد عدة حلول، سوف أريكم طريقة مختصرة جدا. نخرج من هذا البرنامج، نذهب مباشرة إلى أورديناتور، ندخل إلى ديسك لوكال ستيت، نضغط على أول متصفح نجده، وهنا إن شاء الله سوف تجدون المقطع الذي قمت بدمجه بدقة جيدة وعالية الحجم. لكل من لقي إعجاب هذا الفيديو للضغط على جيم أسفل هذا الفيديو، وفي حلقة مقبلة إن شاء الله سوف أريكم طريقة تفعيل وتثبيت دول ووند ميسنجر، ولو هو الإدمان في جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس إن شاء الله. أحبابي في الله، السلام عليكم.